أنا يعني حتى أختم، كنت مفروض أني معي قصيدة كاتبة أو قصيدة أو محاولة عن العربية ولد بالعربية، مش حافظها للأمانة وليست معي، فكرت أنها معي مش معي، فأقرأ لكم هيك محاولة كلمات. ذلك الرضيع السوري، بعد كعرف أنه كردي مسلم طبعا، اللي كان على الشاطئ الغربي مرميا على الشاطئ وحذاؤه الأحمر ينظر إلينا. يوم أنا على المحل حقيقة كتبت من غير مراجعة: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، إذا حجت ركائبكم فلا تبكوا لبارئكم ولا تشكوا لخالقكم، فرب الكون يعرفكم ويعرف أنكم أنتم رميتم دميتي للبحر أتبعها وأتبعكم، حذائي اليوم يلعنكم ويعلن أنكم أنتم رميتم إخوتي للبحر أتبعهم وأتبعكم، ركبت البحر لا أدري بأن البحر يغرقني ويغرقكم، إمام حدائكم يزعم بأن البحر ينقذني وينقذكم، فنادى أمي الثكلى ورتل في مسامعها كلاما ظنه قرآن، بأن الله يحرسني وأن الموت يرقبني وأن الموت يرفضني وأن العز يرقبني، وأني عائد بعصا تشق البحر كاليبس إلى إدلب، إلى حمص، إلى درعا، إلى حلب، إلى الحسكة، إلى الرقة، وأمي مذ هداها الله تخشاه تقوم الليل بالقرآن تدعوه، فظنت أنني موسى وأن الغرب فرعون وأني صاحب الآيات، فلما هاجها الموج ومال إزاءها الموت أمالت عينها نحوي، تمد يديها تأخذني فمالت نحوي الأقدار، سبقت الأقدار، فمالت نحوي الأقدار تلملمني إلى حتفي تسلمني، إلى أعماق أعماقي، إلى الفردوس في ذاتي، إلى درعا، إلى حمص، إلى يافا، وصوت الأم يهمس لي: حبيبي طفلي الغالي ألا تسمع أيا ولدي، ألا تأتي أيا ولدي، ألا تنهض، ألا تركض، وصلنا الشط يا ولدي، وصلنا الغرب يا ولدي، وصلنا الشط يا ولدي، وصلنا الغرب يا ولدي، وتمسك في تلابيبي بلاد العرب أوطاني وكل العرب إخواني، بلاد العرب أوطاني وكل العرب إخواني، ولون حذائي الأحمر بلون دماء قتلانا يصور ظلمكم أنتم ويعلن أنكم أنتم رميتم إخوتي للبحر أتبعهم وأتبعكم، سيبقى الشعر في رحمي لأرحمهم وأرجمكم، والسلام عليكم.